شاء الله يا ربي. الوصفة كما بينا لكم من قبل في البداية، كسكسو ها هو ضروري منه، يعني كنحتاجو يوميا. دابا الطيور عندهم الفراخ باش كياكلوا الفراخ. البيض مسلوق ها هو، وريناكم الطريقة البارح. هذا هو البيض، وهذا هو الخبز كارم مدقوق ومغربل، يعني كنكبو عليه ونطحنو. يعني ملي كنكبو الخبز كيجي طحن البيض حسن ما طحن البيض غير هكا، كيبقى معجن شوية هكا. لا هكا كيبقى مزيان. الحمد لله على بركة الله. ودابا الحمد لله البيض طحنا هو كما قلنا لكم، يعني كيجي ناشف، ما كيبقى فيه لا ديك عجينه لا والو، كيجي ناشف الحمد لله. كيجي باقي هي هذيك. دابا نكبوه، ودابا بعد ما طحنا البيض وكبيناه كما كتشوفوا، يعني كسكسو من التحت. المسألة الثانية الشفرون، ها هو راكم عارفينه. الشفرون هو هذا كيتباع الحمد لله، راه رخيص دابا في الايام، كيدير 5 دراهم كيلو 6 دراهم. يعني الشفرون ومزيان تا هو وطبيعي. هو بعد ما قطعنا الطروفة اللي حيدناها من هنا وغسلناه مزيان وعاودناه ودرناه في الشبكة يقطر واحد شوية. دابا غادي نكبوه حتى هو هنا ونطحنوه عاود ان شاء الله يا رب. ودابا الاخوان الشفرون ها هو كما درنا يعني في مونينكس، غادي نطحنوه، ولكن ما نديروش مع الخبز يابس. الشفرون ما نديروش مع الخبز نهائيا، لان الشفرون كيطلق الماء، وإلا درنا مع الخبز كيتعجن شويه. جربتها واحد المره ما كتجيش الطريقه مزيانه. اللي بغى يدير مع الخبز حتى طحنوه وتكبوه ثم تزيد مع الخبز كما تشوفوا. دابا غادي نديرو ان شاء الله ونبداو على بركه الله. ودابا الاخوان كما كتشوفوا الشفرون ها هو طحناه كيفاش كيجي تا هو، يعني محبب الحمد لله ورقيق وكيسهل على الطيور يعني باش ياكلوه، لا الفراخ ولا الكبار كلشي. ما كيبقاش يطروفه هكا غلاظ ولا، وكيجي بحال الكسكسو ولا رقاق. دابا نكبوه حتى هو. ودابا الاخوان بعد ما كبينا الشفرون كما كتشوفوا، عاد الا بغينا نزيدو عليه الخبز يابس نزيدوها دابا، نزيدوها وديك الساعه نخلطوا هادشي كامل يعني، وما نطحنوش مع الخبز كما قلت لكم. وملي طحنوا هاد الباطي وتوجدوا كلشي، ديك الساعه اي واحد يزيد معاه شي مكون اخر، شي فيتامينات كما كان. انا عندي هنا ها هي الحلبه وشويه ديال الحبوب اللقاح مطحونين، وهذه الحبه السوداء حتى هي كذلك مطحونه. انتم الاخوان درت 3 معالق ديال ديك الحلبه والحبوب اللقاح ومعلقه ديال الحبه السوداء هي.